قوي لما اقدم له هديه عيد ميلاده اللي انا جايبها له دي. تفتكري هيبقى صاحي؟ كده يبقى صاحي. انت مش هتحرم يا حابي؟ أنا كنت عامل المعادلة صح، بس كبريتات الحديدوز كانت مركزة. كل سنة وانت طيب يا حامي. ده وقته، إيديكم معانا نطفي الحريقة. مش لما تشوف الأول الهدايا اللي جايبينها لك؟ هدايا ايه في جهنم اللي احنا فيها دي؟ سنة حلوة يا جميل. عم سنوس قلبه طيب، هيرجع لك معداتك لما يروح. بصراحة يا حابي انت تسيبك من حكاية الاختراعات الفاشلة اللي بتعملها دي ومبهدل بيها معملك ومبهدلنا معاك. يعني أسيب اختراعاتي العظيمة دي لمين؟ انت هايل في صنع الفرقعة. ايه رأيك تخترع مفرقعات؟ أنا اختراعاتي لخدمة الخير. انت اختراعاتك بتخدم شركة واحدة بس، شركة صنع طفايات الحريق. رغم اني زعلان منك وحرمك من المصروف، الا ان النهارده عيد ميلادك وانا كنت محضر لك هديه. شفت يا حبي عم سنوس قلبه طيب ازاي؟ تلاقيه جايب لك فوسفات المنجنيز اللي كنت عايزها. لا، معمل تاني وتجارب وفرقعه لا. مش لازم يا حبي تعمل حرائق كبيرة بعد كده، ابقى اعمل شرارة صغيرة، طقطقة خفيفة. إيه الهدية اللي أنت جايبها لي يا بابا؟ تمثال من صنعي لرأس حورس ذو العين الكهرمانية. ينفع أبدله بسلفات البوتاسيوم؟ التمثال ده غالي، لو اتباع يجيب طن من سلفات البوتاسيوم بتاعتك دي. طول عمرنا بنسمع عن حواديت وقصص، منها الحقيقي ومنها التأليف، كلها بتنتهي بانتصار الخير على الشر. حد يقول لي ليه دايما الخير بينتصر على الشر؟ علشان الخير اقوى من الشر. مرات كتير الشر بيبقى أقوى. الخير أذكى. أغلب الأشرار بيبقوا أذكياء جدا. علشان الخير طيب ولازم يكسب في النهاية. عمر ما الخير ممكن يكسب لو كان ضعيف. عمر ما الخير ممكن يكسب لمجرد انه خير. اللي بيعمل الخير وبيدافع عنه لازم يبقى مؤمن باللي بيعمله، وقوة الخير بتيجي من قوة إيمانه بيه. فاهم حاجة يا سنوحي؟ يعني هو ممكن يا معلم كاموس حد يعمل خير وهو مش مقتنع بيه او مصدقه؟ أنا هطلب منكم بحث غريب، ممكن كل واحد يعمله لوحده أو بعضكم يشتركوا مع بعض فيه. بحث في ان كل واحد يعمل عمل خير؟ لا، قصة، حكاية، حدوتة، وتكون واقعية، يعني حصلت فعلا واللي انتصر فيها الشر على الخير. حكاية واقعية ينتصر فيها الشر على الخير؟ ده بحث صعب جدا. مستحيل هتلاقي حكاية واقعية انتصر فيها الشر على الخير. حاولوا تبحثوا وأنا منتظر النتيجة في الحصة اللي جاية. مفيش ولا أي قصة ولا حكاية ولا كتاب تاريخ في مكتبتي بيقول إن الشر في أي مرة من المرات انتصر على الخير. بس احنا لازم نسلم البحث في الحصة اللي جاية، يا كده يا نجيب نمرة وحشة. وبابا وعدني لو أنا نجحت بتقدير ممتاز هيرجع لي المعمل. لو المعلم كاموس كان قال قصة وخلاص كنا ألفنا له قصة، لكن ده عاوز قصة واقعية. كده ضمننا إن مفيش فرقعة هتحصل تاني. خلاص نألف قصة واقعية. عارفين مين ممكن يفيدنا في الموضوع ده؟ رغم ان عمر ما الشر انتصر على الخير، وان اي عملية بقوم بيها شريرة بيتقبض عليا، الا ان الموضوع ده في ايدينا. احنا ممكن نألف مع بعض قصة واقعية يا عم حامو. ممكن نألف قصة سرقة.
مين هيسرق ايه؟ بما انك يا سنوحي بطل في كل المغامرات اللي بتقوم بيها، مفيش مانع تكون انت البطل في المغامرة دي كمان. أسرع. وعمو حمو بنفسه هو اللي هيحط لك الخطة اللي ما تخرش المية. خطة ايه؟ ده بيقولك بيتقبض عليا كل مرة. ما هي هتبقى قصة متألفة. يعني خطة محكمة. المهم دلوقتي عاوزين حاجة غالية وتقولولي على مكانها فين بالظبط، ونبدأ بعدها في تأليف الخطة. تمثال حورس اللي بعينين كهرمانية. ده تمثال غالي جدا وعندي في معملي. معقولة الكلام اللي بتقولوه؟ انا امد ايدي على حاجة مش بتاعتي وكمان تمثال صاحبي؟ لا، مش ممكن، مستحيل. ما انت هتبقى ترجعهوله تاني. يرضيك يا سنوحي ما نعملش البحث وما جيبش امتياز وبابا ما يرجعليش المعمل؟ ويرضيك يتقال عليا ان انا حرامي؟ يا سنوحي افهم، دي قصة بنألفها. ما هي كده ما تبقاش قصة واقعية. ما هو انت لما تعملها وتنفذها هتبقى واقعية. ها، قلتم ايه؟ انت ليه يا معلم كاموس اديت الاولاد البحث ده يعملوه؟ هيدوروا ويسألوا ويعرفوا الحقيقة بنفسهم. على مر التاريخ مفيش أي حكاية بتقول إن الشر انتصر على الخير. معنى كده ان محدش هيقدم بحث، يعني هيسقطوا. بالعكس، البحث هو مجرد إنهم يدوروا ويوصلوا لنتيجة واحدة، إن مفيش قصة واقعية بتأكد إن الشر انتصر. افتح يا معلم حامد. كلمة السر. لو كنت نسيت افكرك حبيبي. دي خريطة. جغرافيا. دي خريطة البتحابي بكل مداخله ومخارجه. ده بيتنا. يا سلام، وانا فين؟ انت هتكون نايم في اوضتك بالليل. ينفع نخليها الصبح عشان بالليل رئيس الشرطة معزوم عندنا على العشاء. عمرك سمعت عن حرامي بيسرق الصبح؟ ما هو ده الجديد بقى. بس يا سنوحي بقى، خلي المعلم حلو يشرح لنا الخطة. ركزوا معايا. التمثال محطوط في معمل حابي هنا. بس انا ممكن اضلل السارق واشيله من المعمل. وبعدين بقى احنا هنلعب لو ما ركزتوش انا هروح ادور على عصابة تانية بالليل والدنيا ضلمة كحل. سنوحي هيتسحب، هيلاقي سلم خشبي مسنود على الشجرة في الجنينة. وايه اللي هيجيب السلم ورا الشجرة؟ ابقي قولي ان الكورة بتاعتك طلعت فوق الشجرة وجبتي سلم عشان تجيبيها ونسيتي هناك. هتلاقي يا سنوحي التمثال محطوط على المكتب. بس انا ما عنديش مكتب في معملي. محطوط في مكان واضح وخلاص. روح ناحيته بالراحة وحاسب احسن تقع في سرداب سري ولا حاجة. والفيران ممكن تكون مشكلة. تعمل ايه؟ عندك وسائل مساعدة، حبل او شاكوش او ازازة حمض. ممكن تستعمل الشاكوش وتتخلص من الفيران. خد بسرعة وتنزل على السلم من الشباك وتهرب من غير ما حد يشوفك ولا يسمع لك حس. وبكده يبقى تمت الخطة. دي حاجة سهلة خالص. شفت ازاي؟ امال بيتقبض عليك ليه كل مرة؟ حظ. يلا يا ولاد شدوا حيلكوا. هتخرجوا كده مع بعض؟ غلط. مطيبة كلها عارفة اننا مع بعض.
حسابه خالص في الخطة. المفروض اني نايم كده، انا هقلق بس يا صنقر. انا داخل انام، داخل انام بس يا صنقر. وبعدين بقى في الخطة السلم بيوصلني للشباك. الطبيعي قبل ما بنام بقفل الشباك. انت برضو يا حابي دخلت المعمل بالليل؟ ده مش انا يا بابا، ده احتمال حرامي. وبعدين بقى هتلاقي مفتاح تاني للشباك في علبة مسحوق المنجنيز التانية. وبعدين يا حابي؟ يا بابا انا نايم في اوضتي. حرامي حرامي! تمثال الحرس اتسرق يا بابا. انا لازم ابلغ الشرطة حالا. لا شرطة ايه؟ ده مش في الخطة. سنوحي، ايه اللي جابك دلوقتي؟ لما وقعت من الشباك التمثال فلت من ايدي. لقيت حمو بياخده وطلع يجري. طبعا مش هيقدروا يبلغوا. هيقولوا ايه؟ هم اللي سارقينه. اوعى نزل ايدك، بقول لك سيب. فشلنا اننا نلاقي قصة واقعية